يا مساء الفل. حبيت ان انا اشارك معاكم روتين بسيط واكله بسيطه قوي كل بيت مصري اكيد بيعملها. مثلا يومين في الاسبوع. عملنا النهارده فراخ وشوربه ورز باللسان عصفور وملوخيه. اول حاجه انا بحب انضف الفراخ كويس جدا وانقعها في دقيق وليمون وخل واسيبها 10 دقايق، وبعد كده بديها الصدمه. بحط معلقه كبيره من السمنه البلدي وبحطها اديها الصدمه، وبحط ورق لوري وحبهان بس كده. ما بحبش بقى ولا احط عليها ملح ولا فلفل ولا 7 بهارات. بحب الشوربه بتاعتها تكون طبيعيه، وبقلبها على الناحيه التانية تاخد الصدمه بتاعتها. ده بيساعدني ان هي تستوي في فتره قليله. بس بضيف عليها الميه المغليه، بضيف عليها ميه مغليه كتير وبصلايه، ولو عندك طماطم ضيفي، عندك جزر ضيفي. ده الرز عملته بلسان العصفور. حطيت حته صغيره من السمنه وزيت ولسان عصفور، وقعدت اقلبه كده لحد ما اخد اللون الذهبي الحلو ده. بصوا اخد اللون الذهبي ازاي. بعد كده بنزل عليه الرز برضو كده يتشوح مع لسان العصفور زي ما حضراتكم شايفين. بس كده بفضل ان انا اقلب عشان الرز يطلع مفلفل وجميل. بحط عليه ملح وبحط عليه فلفل، بفضل برضو اقلب ملح وفلفل، وبحط عليه الميه. وبعد ما بحط عليه الميه بشوف هو عايز ميه ولا لا. ما تحطيش ميه كتير، ما نحطش ميه كتير عشان ما يعجنش. وده كان الاكل.